ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ كله في السنتراكس. مفيش شك ان السوشيال ميديا بقت واخده جزء كبير من وقتنا، لدرجه ان انت ممكن تقعد 15 ساعه قاعد بتسكرول داون، ما تعملش اي حاجه، بتنقل بين الابلكيشنات من الفيسبوك للتيك توك لليوتيوب للانستجرام. الفتره اللي فاتت ديت علينا ترندات كتير جدا، زي المصور من عمرو دياب، المصور من محمد رمضان، المكروه من حبيبته. حاسس اني بتكلم عن نفسي، فمش هخش في تفاصيل في الموضوع ده الحقيقه. المهم يعني بسبب الحاجات دي الناس دي بتتشير، وهنا ياخدنا في نقطه تانية اصلا، وهي الشهره. انت متخيل ان انت يا اسطى شغال بالشيفت 8 ساعات ب 1800 جنيه في الشهر، والمواصلات والاكل عليك، ويجي يطلع واحد اتضرب بالقلم من شبيه محمد صلاح ويطلع ترند ويبقى غني ومعاه فلوس، وانت تفضل زي ما انت يعني. كملنا على نفس الاقصار، احنا كسرنا سماع علام، بقوا بيحاربونا بالحكام بس احنا على عادي. في ناس كتير الصراحه اتشهرت بسبب الموضوع ده. اول حد الصراحه عايز اتكلم عنه عشان معصبني هو محمد الزبال. المفروض يعني ان محمد الزبال ده كان زي اي مواطن مصري رايح ياكل في محل كشري مباشر 15 جنيه في جيبه. المهم يعني ان ساعتها صاحب المحل طرده، قال له عشان انت زبال. طبعا الناس اتعاطفت معاه ساعتها، ومن ساعه لما اتطرد بقى بيرزمن حرفيا في اي حته. مره تلاقيه بقى متصور مع احمد العوضي، مره تلاقيه طالع على قناه الحدث اليوم بيحكي عن الموقف اللي حصل اللي اتحكى واتهرى 300 في 500 مره على التايم لاين. مره تلاقيه في عزف فريد الديب، مره تلاقيه بيتخانق مع عصام شعبان. انا مش عارف الحقيقه يعني، هو في بوابه بعديه بتنقله من مكان لاي مكان عشان يروح يركب في الترند ولا ايه؟ اديله 200 جنيه كل يوم. Estaba recontento porque había llegado el 18 tiki tiki ti, cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos pacos culiaos hijos de la Maldonao, y como andaba re feliz me puse a bailar cueca a lo choro tiki, cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos pacos culiaos. يا زبال يا معفن. الشهرة دي يعني انت استغلتها في ايه بقى؟ بدأ يدخل لك دخل كويس. Fui corriendo a comer asado y a chupar culo como condenado, y me topo a mi vecina cuando menos me يا زبال يا معفن. لسه ملاحظ الصراحه ان عمرو بيلا كان في خناقه محمد الزبال وعصام شعبان. دي اعبث حاجه ممكن تحصل الحقيقه، او اعبث حاجه ممكن الواحد يتفرج عليها. المهم يعني ان انا مش متخيل ان نفس صوره في مصر محمد الزبال يتخانق مع عمرو بيلا على مين فيهم اللي هيركب الترند اكتر. انا فاكر في خناقه كروان مشاكل دي تقريبا، ولا مش عارف كان بيتخانق مع مين ساعتها. واحد كان بيقول لهم الترند ده عامل ليله القدر ده. ليله القدر يا ملاح ده يا اولاد الاح، ما لازم النور يتقطع علينا يا اولاد الملاك. احنا المفروض ما يتقطعش علينا النور، المفروض يتقطع علينا الحياه. تخيل الريس اللي بيقطع علينا النور بيخاف علينا الاحمال 5 ساعات في اليوم علشان ما نشوفش الاشكال دي طالعه علينا تقرفنا. بمناسبه عمرو بيلا، فانا مش عارف اقول عليه ايه الصراحه. دوره حياه عمرو بيلا، يصحى الصبح ينزل يشوف اي مطعم، ان شاء الله لو عربيه كبده في الشارع ما بيفرقش معاه ده، ويطلب الاكل ويحاسب ويصور وياخد الاكل ويتف ويقرف. كل يوم عمرو بيلا يصحى الصبح ينزل يشوف اي مطعم، يطلب الاكل، يحاسب، يصور، يتف ويقرفنا، وهكذا بقى وهكذا وهكذا. الدوره دي ما بتنتهيش. من اكتر الحاجات الكرنج اللي بشوفها فشخ رقصته الصراحه. رقصه عمرو بيلا دي تلاقيها حرفيا على اي حاجه، اللي هي بقى من نوعيه ايه، انا مستقبلي ضاع، انا حياتي باظت، انا مشاعري اتدمرت. تعالوا كده نجرب. هم يا جدعان دولت 3 فيديوهات لعمرو بيلا. نخش على بريمير بقى نجرب. يا جدعان اهوت احنا في ادوبي بريمير. هنحط اول فيديو هنقول مثلا انا حياتي باظت. استنوا بقى يا جدعان نحطه على ابيض واسود تمام عشان يبقى ايه، يبقى لايق بقى. استنوا بقى ايه، نحط موسيقى حزينه. دلوقتي الفيديو بقى جاهز، انا اقدر ان انا اشغله واشوفه. اظن يعني ان هو متفسر وما جبتش حاجه من عندي. تعالوا نجرب واحد تاني. ده بقى نكتب عليه ايه، انا مستقبلي ضاع. اظن ان انا ما جبتش حاجه من عندي اهو. بيمشي عليه اي حاجه. هو نايس بس يرقص على اغنيه لويجز الغلابه، يعني شويه كمان هيحلوا مشكله الكثافه السكانيه في مصر، هنرجع 20 مليون. بعدين يعني كمان عمرو بيلا عنده ورشه السمكره. السوشيال ميديا بالنسبه ليا في المرتبه الثانيه بعد ورشه السمكره، لان هي اللي بعيش فيها وفخور بيها، ومش شتيمه بزعل منها زي ما انتم فاهمين. سمكري وباكلها بالحلال.
قسم كاري وقدرت ابقى واحد من اهم الناس في الصنعه في مصر. قسم كاري ودرست طهي واتعلمت اسراره وبحبه. قول عليا زي ما انت عاوز، مفيش عار استخبى منه، بل بالعكس لما تقول لي يا صنايعي بحس بالفخر، بس بحزن على غيري من الصنايعيه اللي ممكن يعتبروا كلامك عنه مهانه ليهم. كنت عايز اقول لحضراتكم حاجه، انا نمت تحت عربيات اكتر ما نمت على سريري، الحمد لله باكلها بالحلال، لا يوم مديت ايدي لحد ولا يوم دخلت على عيال لجنيه حرام. اسالوا النجم حسين حكاكه اللي فخور بصناعته ودايما بيتصور وهو في فرشته. يا مزاجك يا سمكري، حرفيا ناقصه بس هو وسوزي الاردنيه وويجز الغلابه هيعملوا فيديو، وهنخلي السودانيين بس اللي عايشين في مصر، مش في مصريين تاني. وبمناسبه سوزي الاردنيه، فانا كنت عايز اقول ان هي تقريبا كانت خطوبتها من يومين ماشي، وفلقت ميتين ابونا بطارق دوت، انا خلاص شريت. المهم يعني ان تقريبا يعني استنوا كده، يعني لو دخلت الاكونت بتاع سوزي كده، بعت طارق عشان طبق فاكهه، مسافره عايزه الولا خطيبي يبقى ترند بقى، دي صورتها هي وطارق، ومغلى انت وهو بحبه برضه، مش هقدر اكمل الصراحه. الاكونت كله بقى طارق، اصلا تحسه طارق متاخد في عربيه كينج لونج من اول الشارع، متربط من 2 مخبرين وجايبينه الخطوبه غصب. حتى يا جدعان مش لابس بدله، ده لابس بنطلون وقميص. انا عايز اقول لك على حاجه. قول. صدقني بالله. لا اله الا الله. انا مش عمرو دياب. تصدق انت وتؤمن بالله. لا اله الا الله. انت لو مع عمرو دياب انا اقطعك دلوقتي. عودوني عليك احبك. اهو يا اخوانا دياب اهو. كفايه كده، عشان انا لما بتكلم عن الناس دي يجيلي تاخر عقلي، وبحس ان انا غير قادر على التفكير والتركيز زي بقيه البشر. ده اكونت الفيسبوك بتاعي، يا ريت تخشوا تشتموني في الريكوست عشان احس ان انا مهم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان بتكسف اطلب منكم، واشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.